لقاء وموعد مع المشاهير، والنهاردة معنا أحد أشهر نجوم الزمن الجميل في السينما المصرية. معنا معلم السينما المصرية الفنان الراحل محمد رضا. بس أنا خايفة يا معلم. قولي لي خايفه ليه؟ ده احنا لبعضينا مهما حصل. شوفي حكمه ربنا، انت تتجوزي وتبقي ارمله، وانا كمان اتجوز وابقى ارمله. هذا جناه أبويا يا معلم. وجناه امي كمان، هي اللي اختارت لي اللي ما تسماش، وحلفت براس ابوها اللي لازم اتجوزها. نبذة سريعة مختصرة عن حياته. الاسم الحقيقي رضا محمد أحمد عباس. ولد في محافظة أسيوط بقرية الحمراء عام 1921 يوم 21/12. قدم مسيرة فنية مليئة بالبصمات الجميلة، وترك خلفه بصمة مشرفة في عالم السينما. الله الله الله، انت راجع من السوق بدري ليه يا ابو الحاج؟ جبرنا والحمد لله، والغله في جيبي اهي. امال انت رايح على فين يا سلو؟ رايح احصل السوق عشان ابيع المعزه بتاعتي. انت ايه حكايتك يا عبد السلام؟ انت ناوي تبيع المعزه لحيلتك؟ اعمل ايه يا عم الحاج؟ عايزه فلوس ياما. تخرج من كلية الهندسة واشتغل مهندس بشركة البترول سنة 1938، ثم درس في معهد الفنون المسرحية وحصل على الدبلوم في سنة 1953. عمل في بداية حياته أدوار صغيرة، أغلبها كان مفتش مباحث في أول حياته الفنية. نجح بجدارة في أدوار المعلم في مسرحية زقاق المداء، فالتصقت به إذاعيا وسينمائيا في المسلسلات وفي الأفلام كما رأينا جميعا، حتى أصبح أشهر معلم في السينما المصرية. قدم الكثير من الأعمال الفنية، 3 مسرحيات و7 مسلسلات وما يقرب من 150 فيلم سينمائي، وشارك في حملة ضد البلهارسيا، وكان جملته المشهورة هي كلمة. فلوس ياما. وانا قعدت فيا حيل للشغل يا ابو الحاج، ده انا راقد في الضرب بقالي شهرين مش قادر اصرف طول. كله من البلهارسي. ما هو لو عملت زيي وبعدت عن ميه الترعه ما كانش ده بقى حالك. هي كلمه، طول ما ندي ظهرنا للترعه عمر البلهارسيا في جتتنا ما ترعى. في الإعلان بتاع البرهسيا اللي كنا بنشوفه زمان. آخر أعماله كان مسلسل ساكن قصادي، وتوفى يوم 21/2 عام 1995، تاركا خلفه مكتبة كبيرة فنية مليئة بالأعمال الجميلة التي تحيا في ذاكرة المشاهدين حتى الآن. دي كانت نبذة سريعة مختصرة عن معلم السينما المصرية محمد رضا. رحم الله الفنان الراحل محمد رضا.